وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. نحمده حمدا يليق بذاته العلية وصفاته الربانية، حمدا طيبا طاهرا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء فيما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، واحد أحد فرد صمد، منزه عن الصاحبة والولد. قال في محكم آياته: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء الجبل، وخلق الخلائق وأحصاهم عدد، وقسم الأرزاق ولم ينس أحد. لا يدري عليه زمان ولا يحكمه مكان ولا تدركه الأفهام، وهو حي قيوم إذا نامت عيون الناس فعينه لا تنام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أمرنا ربنا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه قبل أن يقول الخلائق وأن يصلوا على حبيبه محمدا صلى الله أولا وصلى ثانيا ملائكة ثانيا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
نصاب زكاة الزروع العشر كاملا إذا كانت الأرض تربى بماء السماء أو بماء الراحة. أما إذا كانت الأرض تربى بآب كما يحدث في هذه الأيام بالماكينة أو بالصاروخ أو بمكنة الرفع أي آلة، فإنك تخفف نصف العشر، وهذا تخفيف من ربكم يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، والله يراعي هذه التكاليف فيقول يكفي عليك يا من تخرج آلة، فيكفي عليك أن تخرج نصف العشر، أي في كل 1000 كيلو 50 كيلو، كل 1000 كيلو 50 950. هذا من حق انتبه أيها الموحد لله. 951 قل لنفسك احذر أمامك منحنى خطير، لأن ال50 هذه ليست من حقك ولكنها من حق من؟ من حق الفقراء، من حق المساكين، من حق الأيتام. هناك كثير من الناس يعطيه الله أرزا وفيرا وأطمانا كثيرا، ونسأل الله أن يوسع على المسلمين جميعا في مرزقهم، وأن يجعل بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. فالله يقول ويقول كثير من الناس يخرج لا يصل الى القصران، كانوا سائل يديروا نص كده يديروا ربع، هو ده كان الخطر. ده حساب دقيق، زي ما ربنا قال الظهر 4 العصر 4 والمغرب 3 والفجر 8 ركعات، وشهر رمضان شهر واحد سنة صيام، والحج له أشهر معلومات. الله عز وجل حدد زكاته، قال وآتوا حقه يوم الحصاد، وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه. تطلع أفضل ما يكون عندك في زراعة تخرجه حق للفقراء والمساكين. الله أعطاك طنين أو أعطاك 3 أو أكثر، على كل طن 50 كيلو فطرة، يعني ده حساب دقيق، ما ينفعش تطلع 49. لو طلعت 51 ده أفضل، لو خدت حساب. فهذا حدده الله لك، فإذا أنت التزمت وأنت في حقك وعندك تنمية زراعتك، تخرج من على رأس الكون كما يقولون، قبل أن تسدد المصاريف وقبل أن تعطي لمن يجب، لابد أن تخرج حق الله أولا، لأن من الذي خرج لك هذه الزراعة؟ الله رب العالمين. فإذا أنت التزمت بما أمرك الله به وخرجت حق الفقراء والمساكين والأيتام، وأمسكت بقلم وكراسة وحسبت حساب هذه الحسابات، بارك الله لك في زراعتك، وبارك الله لك في صحتك،
الرسول لله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة اللي بيزرعها في الأرض فلاح، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. يجي الشيطان يقول لك يا اخي زي ما بنسمع الايام يقول لك يا اخي انت هتطلع على كل طن 50 كيلو 50 كيلو مش كيلو كيلو، قلت له 1000 كيلو يبقى كام كيلو على كل طن 50 كيلو. الشيطان يقول لك يا عم يلا نجيب بيوتهم ماني بزرع وبروح وباجي وتخلط هذا كله. ما تسمعش كلام الشيطان، لأن الله حذرك. الشيطان يعلمكم ايه؟ الفقر. واحد الله يا وسع. الشيطان يعلمكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعلمكم مغفرة منه وايه؟ وفضلا. يبقى تسمع كلام الشيطان ولا تسمع كلام الرحمن؟ وخد بالك والله الذي لا اله غيره، الله لا يترك حقه الا من الزراعه اللي ما يطلعش منها الزكاه ربنا بينزع منها البركه، تكثر مشاكل، تكثر عليه الامراض. لان سيدنا محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي نحفظه جميعا: داووا مرضاكم به بالصدقه وحصنوا اموالكم بالزكاه. انت عاوز تشفى انفق في سبيل الله. عاوز مالك يحصن من ايه يا رسول الله؟ يحصن من الضياع، يحصن من التلف، يحصن من السرقه، يحصن من الحريق، يحصن من السوس، يحصن من الدهانه، يحصن من الامراض. يجب عليك ان تخرج الزكاه، لانك ليست قدرتك اكبر من قدره الله جل وعلا. فوالله الله لا يترك حقه، والرسول يحذره: حصن داووا مرضاكم بالصبر، حصنوا اموالكم بالزكاه. لذلك ايها المسلم الصدقه من الله هي الشمسيه اللي بتظللك تحت الظل، تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامه. نسال الله ان يجعلنا منه. سيدنا محمد يقول في الحديث الصحيح: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. من بين ال7 رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفق يمينه. مش تحت ظل شجره او تحت ظل حديقه او تحت ظل بيت، لا، ده تحت ظل عرش الرحمن. وعرش الرحمن لا يعلم مداه ولا جماله ولا بهاءه ولا حلاوته الا الله
بالك وصدق بالحسنى أعطى واتقى بالاتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا ترك، يعني لما يجي يقول لنفسه لولا أخرتني إلى أجل مسمى فأصدق وأكن من الصالحين. لما ما عادش أصلي ليه ولا حج ليه؟ لما بص لقى ثواب الصدقة أعلى من كل ذلك. فلذلك القرآن الكريم بليغ في لفظه فأصدق وأكن من الصالحين. ينفع ذلك؟ لا خلاص، مطلوب يأسر عليه فسنيسره للعسر. ولذلك ومن هدى فأنذرته نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. تعرف الآيات نزل في ليل بعد ما صلى على الحبيب، نزل في أمية الكافر وهو يعذب سيدنا بلال. بلال يقول الصحابة عذبوا كثيرا ولاقوا من الأهوال كثيرا. أمية بن البلد يأخذ سيدنا بلال في عز الظهيرة وفي شدة الحر ويضعه على ظهره على الرمال الساخنة. جبال مكة، جبال مكة شوف كانت عاملة ازاي. راح حج ولا راح عمل عمرة هناك ولا راح اشتغل هناك، لا درجة الحرارة فوق 50. أي عمرة لازم تكون فيها مكيف، لكن ما يقدروش ليه؟ من شدة الحر كان مميز بالبلد ياخذ سيدنا بلال ويضعه على ظهره في عز الظاهرة مش كده بس، ويضع الصخرة على صدره ويقول له إما أن تكفر بمحمد وتؤمن بالله والعزى عند أصنامهم وإلا تركتك حتى تموت. فكان يقول كلمة ملوية من يومها إلى يومنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أحد فرض الصبر. كلمة أحد في القرآن ما وردتش إلا مرة واحدة بس، هي سورة الإخلاص قل هو الله أحد. أما كلمة واحد تتكرر في القرآن، فكلمة جت مرة واحدة قل هو الله أحد، لأن الأحد لا يكرر. بلاد القرآن كلمة أحد أي أن الله أحد في ذاته وفي صفاته لا يكرر، ولذلك كانت مرة واحدة في القرآن. أحد فرد صمد. فمر سيدنا أبو بكر السلام، سيدنا أبو بكر إلى حكاية كبيرة سيدنا أبو بكر عنده مال يقطع بالفلوس، عنده مال يقطع بالفلوس، وأعتقد بهذا المال أكثر من سيدنا أبو بكر. ولذلك ربنا نزل فيه القرآن في كثير من القرآن. نزلت سورة البيت وبين بالقلم فأنذرتكم نارا لا يصلاها إلا الأشقى اللي هو مين؟ أمية بن البلد. فسيدنا أبو بكر بيقول لك هسيبه ليه؟ فأمية بن البلد قال له لقد أمسكته يا أبا بكر اتباعي محمد. فأعتقه سيدنا أبو بكر وأعطى أمية مالا مقابل عند سيدنا بلال. ففي هذا المشهد أنزل الله هذا القرآن فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ليوم أمية بن البلد وسيجنبها الأتقى. من أجل الدقيق الأتقى اسمه
والأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله يطيب به. لذلك رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ثاني اثنين ثم في النار يقول لصاحبه لا تحزن. هذا ممكن لانه غضب صوت المال وكان ماله كله وسيدنا النبي بيجهل القلب له الله ورسوله. اخوان عندنا اصلا القلوب عن الكتاب والبشر ولما يجي تطلع السجن الدرجه اللي نحدد فيها ما ينفعش. شرع ربنا واضح. ربنا سبحانه وتعالى يقول في اخر الايه في سوره محمد ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أنت عاوز معنى النبي ده جهاد؟ عايزين نخرج من نفس الإطار واللي ما خرجش يزيد يخرج. بيت المال مكتوب للجميع واللي مش عارف بيت المال يطلع بنفسه مودي وهو يطلع لان انت ما انتش قد ربنا. وشوف انا اخذ لسه دي صوت القلم بنعلمه وانت احنا اهل المنع والله لقد قرات لكم الفاتحه جميعا عند رسول الله محمد وعند الكعبه فهي بلد مباركه وبلد الانفاق وبلد العطاء وستظل في بركه ما دامت تنفق في سبيل الله. هذا الرجل الذي كان عنده حديقه وقسم خرجها الى 3 اقسام وبعدين عنده 3 اولاد. لهم يا اولاد انا عاوزكم تدفعوا على مهلي تدي للفقراء والمساكين تدي للانفاق عليهم تدي لليتيم والابرياء. ما قالش 5% لا 3%. ولما قال 5 لما ابوه مات وراح لربنا كده وهو معاه شمسيته الصدقه العبد يستظل تحت ظل صدقته يوم القيامه ولقي ربه وهو فرح بعمله فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وذلك فوز حقيقي الفاز. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. جه شيطان تسلط الى اولاده كل سنه الفقراء والمساكين يروحوا ويا سلام لما يمسح على راس يتيم لما تفك كرب مكروه ومن فرج عن مؤمن من كربه من كرب الدنيا فرج الله بها عن كربه من كرب يوم القيامه. نسال الله ان يفرج كربتنا جميعا يا رب العالمين. وبعدين فقراء يروحوا ياخذوا حقهم. لما مات ابوه وصاه قبل ما يموت يمشي على دربه ونهجه ولكن الشيطان لا يتركك ابدا. اعلن عليك الحق ومش هيسيبك الشيطان ابدا. الشيطان يقول لك عم كلمت وجبت مالي مش عارف ايه اقدر وجبنا مزايد بتاعك اتخرج يا اخي ربنا وربنا على احسان الله. خرج يا ربنا الدخول عشان يباركنا. وبعدين الشيطان تصرف قال لهم الراجل المقصود طلع هتعملوا ايه؟ ابوك لا تقدر فوضى انتوا لازم تعملوا مستقبل لمين يا حبيبي؟ مستقبل ابنك والله يكون نافع. يوم يكون الفضل من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. قال لهم انتوا بقى قبل ما النهار يطلع تكونوا محصول يجوا الفقراء والمساكين يكتشفوا. ومن يقول لك قال صلى على النبي إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا
تغفل ولا تنام ولا يستسلمون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. شوف البخل يعمل ايه؟ بيهلك النعمة. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صائمين. شوف حتى القرآن وصف المشي فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وبنوا على حرب قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. فلما شافوا القلوب مسروقة قالوا جميعا بل نحن محرومون. يبقى البخيل ايه؟ محروم. قال اوصفهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. في نهاية القصة ربنا بيقول لك كذلك العذاب الدنيوي تبقى محروم وظالم وظالم والنعمة بتروح ولعذاب الآخرة أكبر. لو كانوا يعلمون ما هو عذاب الآخرة يا الله. البخيل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ادعوا الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. إرادة الأحباب والسادة، لابد لهذه القرية أن تمضي كسالك عنها وأن نسلك جميعا على الإنفاق في سبيل الله. ربنا ما قالش طلع كل أموالك زي أبو بكر ولا نص بلد سيدنا عمر. ربنا قال لك في زكاة الزروع نص، زكاة عروض التجارة ربع، وزكاة المال إذا بلغ يصل الله عليها عن ذكره ربع، وزكاة الأرض من الملك إلى كل الإزراع يطلع عليها زرعها بالنص يطلع النص بتاع الكسر. ما أكبر الأرض تسبب الإيجار وطلع يعني العملية سهلة. واحد إله إذا يجب لأن أنت بتتعامل مع ربنا. والله على عهد سيدنا موسى كان فريق كده وتعرض الثاني وسيدنا موسى دعاه ربنا فاختلف فالراجل فتح أصل 4 أبواب شاف الأرض من البحر وكتب عليها يا فقراء يا مساكين يا أصحاب الحلال تعالى. المدة انتهت والمال بيزيد. الراجل زوره من كتر المال على سيدنا موسى لما اتكلم ربك يسأله أن يخفف عني هذا المال. سيدنا موسى راح يكلم ربه يا رب العهد الذي طلبت منك في الليل كنت بتدفع عنه المال. قال له يا موسى لقد فتحت له بابا واحدا من الأرض ففتح لي 4 أبواب فليس الكذب مني ولا الجوال مني. اللهم وسع علينا في أرزاقنا يا رب. اللهم اجعل البركة في أموالنا وفي أنفسنا وفي زوجاتنا وفي أولادنا وفي حياتنا. واجعل هذه القرية سخاء وخاء وأمنا وأمانا وبركة واطمئنانا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين وبارك لنا فيما رزقتنا يا كريم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وشفع فينا سبيل المرسلين واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. آمين آمين آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا